لو رجعنا بالزمن لسنة 2006 كان في واحد اسمه سيرجيو لقوه ظهر كده من اللاشيء في مكان ما، ومعاه وثائق من الخمسينات اصلية وجديدة، ومعاه كاميرا قديمة بس بحالتها، وفيها فيلم لسه برضه بحالته ومتصور عليه صور للوقت ده ومش ملعوب فيها ولا اي حاجة. التقارير المبدئية انه جاي من الماضي ولكن اختفى فجأة وكأنه ما جاش، ولما دوروا عليه لقوا انه متغيب من الخمسينات وفضل متغيب لغاية الحاضر اللي هو 2006، وبعدها فجأة اختفى قبل ما يكملوا معاه التحقيق. حتى ممكن يكون سافر تاني لزمن ابعد من كده، ممكن لسنة 3025، بس الكلام ده ليه كذا تحليل يعني، وده مش موضوعنا. عموما افلام كتير اتكلمت في موضوع السفر عبر الزمن وكل عمل منهم اتكلم عنه بطريقته الخاصة، بس برضه بتفضل الثوابت موجودة، زي مثلا في مسلسل عمر افندي. هنا من ضمن الثوابت اللي اقصدها فكرة ان يكون في عامل ما هو اللي بينقل من زمن للتاني زي السرداب في المسلسل، واللي تفسيره الوحيد عشان يتحرك عن طريق السرداب هو ان يكون السرداب ده بطريقة ما موجود في حتة جاذبيتها كبير عشان يعمل نسيج كبير في الزمكان فيخليه يعدي من زمن للتاني بمجرد بس انه يعدي منه يخرج من الباب التاني. نفس فكرة الثقوب السوداء كده. الكلام ده علميا صح بس مجرد كلام على ورق لاسباب كتير، بس مش هندخل في الموضوع ده قوي عشان ده مش موضوعنا اصلا. احنا جايين نتكلم على شيكو اللي هو شهير في فيلم سمير وشهير وبهير. شهير هو واصدقائه او اخواته سافروا من الحاضر للماضي عن طريق آلة زمن بتشتغل بطريقة ما اللي هي زي السرداب يعني، بس بطريقة مختلفة شوية، وراحوا للسبعينات، الزمن اللي كان فيه اهاليهم لسه شباب، الزمن اللي هناك هيحققوا كل احلامهم. كل واحد منهم كان عنده حلم مش عارف يحققه في الحاضر بتاعه، فلما يرجع بالزمن وهو عارف اللي هيحصل بالظبط ساعتها هيقدر يحقق الحاجات اللي كان نفسه فيها زمان اللي هو دلوقتي بقى ماضيه. ما هو اصل لما رجعوا بالزمن زي ما تقول كده كل حاجه تصبح معكوسه، كل حاجه يتعمل لها ريفيرس انها تمشي بالعكس، فهيبقى الحاضر اللي كانوا عايشين فيه هيبقى هو الماضي، والماضي اللي راحوا ليه هيبقى هو حاضرهم. فاهمني؟ مش مهم اصلا لان ده برضه مش موضوعنا. خلينا في شهير اللي قعد مع عبد الحليم واداله اغاني عشان يغنيها، والاغاني دي المفروض انها اتغنت في الماضي بتاع شهير اللي المفروض بالنسبه لعبد الحليم مستقبل ولسه ما جاش. والحقيقه ان بطريقه ما لو ده ينفع يحصل المستقبل ده بالنسبه لعبد الحليم مش هيجي اصلا. يعني شهير لو خلى عبد الحليم حافظ يغني بوس الواوا لهيفاء وهبي، فبالتبعيه لما يعدي الزمن وتيجي هيفاء وهبي ده ان جت اصلا. واقول لك دلوقتي ليه هي ممكن ما تكونش موجوده بشكل فعلي لو الترتيب مشى كده. المهم لو هي موجوده، لو جت تغني او تعمل ريميك لبوس الواوا هيبقى على اسم عبد الحليم، ده على افتراض ان عبد الحليم هيبقى مشهور ومعروف زي دلوقتي في الزمن بتاعنا احنا يعني. بس وقت هنا شويه كده، شهير لما عرض اصلا كلمات بوس الواوا لاول مره على عبد الحليم حافظ صار عليه ايه بوس الواوا ايه اللي عايزني انا اغنيهم؟ ده مجنون رسمي. بص علميا 100% كلامه صح ومظبوط، لان ببساطه المغنيين في كل زمن بيتاثروا ببعض، والستايل تحسه موحد حتى لو في ستايل جديد، بس برضه الفكره واحده وهي ان معاصرتهم للزمن ايا كان امتى ده بيحدد قدره استيعابهم من الالحان والكلام الملازم للوقت ده. يعني ما ينفعش خالص نرجع بالزمن ونخلي ام كلثوم تغني كلام لشعبان عبد الرحيم حتى بالالحان بتاعتها، لان هيكون في كلام مش مفهوم بالنسبه للجمهور. كل زمن وليه كلامه ومصطلحاته بل والالحان اللي تتماشى معاه كمان. بص في موضوع السفر عبر الزمن ده لما بيتعرض في شكل فيلم او مسلسل بيبقى فيه كميه تناقضات واسئله كتير، لو جيت تدور عليها فعلا مش هتلاقي لها حل. واكتر سؤالين في الموضوع ده هو ازاي وامتى، ازاي اللي هي الطريقه وامتى اللي هي الزمن، لان بمجرد ما تركب آلة زمن كل حاجه هتتعكس. بس خلينا في شهير احسن دلوقتي. لما شهير يدي كلمات اغاني من المستقبل ده يخلق حاله من عدم الاتساق، يعني لو راح مثلا لعمرو دياب وادى ليه اغنيه تملي معاك مثلا يعني، ويرجع شهير تاني للزمن بتاعه العادي، هيبقى في هنا مشكله. مين اللي كتب الاغنيه دي؟ ما اصل فعليا شهير رجع بالزمن وقابل عمرو دياب، وعمرو غنى الاغنيه دي عادي واتشهرت، والتسلسل فضل ماشي شبه طبيعي للزمن اللي هو بتاع شيكو العادي. المشكله هنا مين اللي كتب الاغنيه دي؟ هل هو شهير اصلا؟ ولو شهير هيبقى مكتوب على الشريط كلمات مين؟ كلمات شهير، ولو دوروا عليه وعرفوا اكيد هيبقى له صور مع عمرو، فهيبقى هو في السبعينات بنفس الشكل وكل حاجه اللي هو عليها في الالفينات برضه. طب ازاي؟ طب مين اللي كتب الاغنيه دي في الاساس؟ بص بمعنى اوضح مفيش نقطه بدايه واضحه، اهي دي نقطه مثلا، ولسه في نقط تانية بالنسبه للموضوع زي تغيير مسار التاريخ اللي اسمه باترفلاي افكت او تاثير الفراشه. تاثير الفراشه ده مهم جدا، وهو باختصار عامل زي اللقمه في الزور بالنسبه لكل نظريات السفر عبر الزمن. لو رجعت للماضي بالذات لازم يكون معاك دستور تاثير الفراشه، لان اي حركه هتعملها في الماضي مهما كانت صغيره هتاثر تاثير واضح ومش بسيط خالص في الماضي ده ممكن يغير شكل الكره الارضيه اصلا، ممكن يخلي دول تقوم على دول تانية. يعني لو رجعت بالزمن مثلا ورحت للملك وقتها وقلت له على مكان الضباط الاحرار واللي عايزين يعملوه، انت ما تتوقعش التاثير ده هيعمل ايه دلوقتي. ده ممكن يخلي دول حرفيا موجوده دلوقتي ما كانتش تبقى موجوده اصلا، ممكن دولتك انت ما كانتش تبقى موجوده هي كمان. بس الاكيد بالتبعيه التسلسل اللي حصل دلوقتي كله ما كانش هيحصل، ممكن انت اصلا ما كنتش تبقى موجود في الوقت ده بالظبط، ممكن كنت تبقى موجود في وقت تاني، وده اللي قلت لك عليه من شويه وهو ان هيفاء وهبي ممكن ما كانتش تبقى موجوده اساسا. نرجع بقى لشهير. شهير هيروح لمصطفى قمر مثلا اللي اكيد مشوار النجوميه بتاعته في الاول ما كانش سهل، وقعد معاه كده وقال له يا عم مصطفى خد الاغنيتين دول غنيهم وانا متاكد ان هم هينجحوا، فغنى الاغنيتين دول وغناهم وبقى نجم من تاني يوم صدورهم، بقى نجم خلاص بسرعه اهو.
لا مش حلو، يا لهوي على السودا. لان في الحقيقه في الوقت اللي شهير راح فيه مصطفى قمر كان غير مؤهل للشهره والنجوميه وما يعرفش يتعامل معاها اصلا، فده هيسرق من النجم اهم حاجه وهي رحله النضج. يعني الجيل بتاعنا مثلا يمكن ما عاصرش رحله لنضوج فنانين وخصوصا من الزمن القديم، بس كلنا بلا استثناء عاصرنا وشفنا كده قدام عينينا رحله نضوج واحد زي ويجز مثلا. يعني ويجز زمان اللي هو من 4 سنين مثلا مش زي ويجز دلوقتي خالص، الاغاني اللي غناها في وقت ما وكان معتز بيها اتمسحت لانه فهم ان اللي قاله في الكام بار دول ما ينفعش يتقال اصلا. كل ده بسبب المشوار اللي خده، هو كان مشوار متعب ومش سهل بس علمه كتير وخلاه يعدي على حاجات خلته ناضج فنيا. وخد بالك في فرق كبير قوي بين ناضج فنيا وناضج فكريا. انت ممكن لو عايز تبقى نجم تبقى ناضج فكريا عادي، بس مش هتبقى ناضج فنيا غير لما تتعمق في الفن، ومش هتبقى نجم وصوتك يبقى عالي غير بكده. وعشان توصل لده لازم تعدي على حاجات كتير اللي منها حاجات في فتره من حياتك، فبيتم التسلسل وبيوصلك للنضوج اللي بيحصل بسبب الباتر فلاي افكت. وصلت؟ في بقى نقطه تانية ممكن برضو تخص الباتر فلاي افكت بس على اوسع شويه ومش على المستوى الخصوص، وهي الريبل افكت، وده اللي هو موضوعنا اصلا. لو شيكو غير الماضي بان اغاني المستقبل بقت موجوده بالفعل، ده يعمل تاثير واضح في الحاضر وفي المستقبل. مثلا الاغاني اللي كان المفروض تطلع بعد 20 سنه المفروض هي اتغنت اصلا لما شيكو اداها لناس ثانيه تغنيها او نفس الناس عادي، فده معناه ان الفنان اللي كان هيكتبها في المستقبل فمش هيكتبها اصلا لانها اصبحت موجوده في الماضي، فهيكتبها ازاي وهي اصلا موجوده؟ فاكيد مش هيكتبها. تمام؟ ولو ما كتبهاش اصلا ازاي شهير اداها للفنان الفلاني؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه وهي ان كل ده هيخلي ان الالهام اللي كان هيجي للفنانين التانيين ما كانش هيبقى موجود، فمش هيكتبوا الاغاني اللي شهير اداها لعبد الباسط مثلا، وهنفضل في اللوب ده اللي اسمه ريبل افكت. هو تاثير متتابع. كل الكلام ده في حاله ان شهير غير الماضي ورجع للزمن بتاعه عادي. اما الغريب فعلا ان لو شهير فضل في الزمن ده وما رجعش للزمن بتاعه اصلا، يعني فضل يحقق انجازات كان نفسه فيها، هيحصل ايه يا ترى؟ شهير اللي عايش في الماضي هيبدا يشوف نفسه بيتغير على مدار السنين وهو بيعيش تجربه جديده بعيده عن الحاضر بتاعه، ومع الوقت هتختلط عليه الامور لما يوصل للزمن بتاعه اللي كان فيه اصلا قبل ما يرجع. بس هيفضل فيه سؤال مهم قوي، هو انا مين؟ يعني هو اتولد ازاي اصلا؟ ده باعتبار اذا كان منير الخطير اتجوز شهير او لا. يعني حتى لو اتجوزها والتسلسل مش طبيعي زي ما هو هيكون في 2 شهير، شهير الصغير اللي يطلع زي شهير الكبير اللي كان نفسه في حاجات يعملها وهيرجع بالزمن تقريبا، ما هو تسلسل اهو اللوب فاكره. وشهير التاني اللي مش عارف هو مين اصلا طالما في شهير تاني. بس فلنفترض اننا عدينا بكل ده مش هندقق، يعني شهير باللي عمله في السبعينات هيأثر على العالم كله، رجع بالزمن ومعاه موسيقى وكلمات جايه من الزمن تاني اللي هو المستقبل، بمعنى ادق حاجه مسابقه عصرها. فلما الزمن يمشي طبيعي ويروح للوقت اللي كان شهير فيه رجع لورا، الاغاني اللي كانت المفروض تطلع في الوقت ده هتبقى قديمه لانها اتغنت خلاص في الماضي. يعني الزمن هيبقى سابق نفسه وهيفقد المستقبل جزء من الابداع لانه بقى موجود قبل وقته اصلا. ولما شهير يوصل لزمنه العادي بعد كام سنه هيلاقي ان الحاضر اللي كان يعرفه زمان اللي هو اصبح ماضي دلوقتي ما بقاش موجود زي ما هو، والانجازات اللي كان بيحبها او الفنانين اللي كان بيحترمهم اتغيروا او اختفوا اصلا. بس على افتراض اننا تخطينا كل المشاكل دي وكل حاجه مشت عادي، لما الزمن يعدي بشهير هيلاقي نفسه عايش في عالم تاني، عالم مش زمن، عالم هو اللي صنعه بنفسه بس فقط في روح الابداع. وفكر اكتر في الاستسهال، كم واحد مننا لما شاف فيلم او مسلسل بيتكلم على الفكره دي كان بيعيش الاوفر سينكينج بتاعته. بس خلينا متفقين ان ده خيال علمي وهيفضل خيال علمي وبس كده. لو سبسكرايب ولايك بيبقى عجبك فشخ دوس بقدمه اللي شكله جامد. ويلا صباحكم مساءكم لذيذ.